الفنانة مها أحمد تهين رامز جلال بألفاظ خارجة وتهدد فادي بعدم تنازلها عن القضية في برنامج رامز جاب من الآخر. في حلقة اليوم من برنامج رامز جاب من الآخر تعرضت الفنانة مها أحمد والفنان فادي خفاجة للمقلب الذي أعده لهما رامز جلال، حيث سخر منهما قائلا: فضحونا على الساحة، معدنا مع نجوم الردح والسماحة مع أحمد وفادي خفاجة. وتحدثت مها أحمد عن الأزمة التي واجهتها مع فادي خفاجة في برنامج رامز جاب من الآخر، حيث قامت بتقديم شكوى قضائية ضده قائلة: رفع عليه قضية ومش هتنازل عنها حتى لو اعتذر لي، على جثتي لو اتنازلت. وبخصوص ازمتها مع احمد السقا اقرت بانها اخطأت في هذه المساله. ومن جانبه كشف فادي خفاجه في برنامج رامز جاب من الاخر عن نفس الازمه قائلا: حد بيكرهها وعامل لها بلوك ودبت فيا وفي كله. وبالنسبه لتصريحه عن مجدي كامل زوج مها احمد اقر بانه كان خطأ منه انه اثار هذا الموضوع. وجدير بالذكر ان مها احمد كانت بتقول الفاظ خارجه في برنامج رامز جاب من الاخر، حيث كانت تشتم رامز، ولكن اذاعت الحلقه على التلفزيون مع اخفاء الشتائم والالفاظ التي خرجت منها، وكانت في وقتها توجه لرامز جلال. وعلى جانب اخر بكت الفنانه مها احمد بعد وقوعها في فخ مقلب رامز جاب من الاخر، وهي بتقول: انا غلطانه اني سمعت كلامك وجيت يا رامز. واعتذر فادي من مها احمد، وذلك بعد ازمتها الشهيره على تيك توك، اذ قال: انا اسف للاستاذه مها، دي اختي، واسف مجدي كامل استاذي، ومش هعمل كده تاني.